بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. مع المحبين والمتحابين ومحبي طريق الله تبارك وتعالى نقضي هذه الدقائق وحلقة جديدة في برنامج مع المحبين. أنا جسمي عليل دواء النبي يا نبي، وقلبي يميل لزيارة النبي يا نبي. أنا جسمي عليل ودواء النبي يا نبي، وقلبي يميل لزيارة النبي يا نبي. بحب النبي وأحباب النبي، بحب النبي وأحباب النبي، رامي حمولي على الله، رامي حمولي على الله. عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله. تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذا البيت العادل من بيوت الله عز وجل بمناسبة افتتاح هذا الصرح الإسلامي الكبير، افتتاح مسجد الطوانسي بقرية العزيزية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء عبر شاشات قناة القاهرة الفضائية. أسأل ربي أن يبارك في دارتها وأن يجعلها عونا لأهل القرآن والعلماء. أيها الإخوة المؤمنون، يقول نبينا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن فإن القرآن يزيد جمالا بالصوت الحسن. آيات بينات نستفتح بها شعائر صلاة الجمعة لفضيلة القارئ الشيخ ثروت محمد إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى
اللهم إنك أنزلته شفاء لأوليائك وسقما على أعدائك وغما على أهل معصيتك وهدى لأهل طاعتك، فاجعله يا ربنا دليلنا على عبادتك وقائدنا إلى رضوانك، واجعله لنا حصنا حصينا من عذابك وحرزا منيعا من غضبك وعقابك، واجعله حاجزا وثيقا من سخطك ونورا يوم لقائك نستضيء به في خلقك ونجوز به الصراط. وكانت ضمن فقرات هذا الحفل الموقر ننقله لحضراتكم عبر شاشة قناة القاهرة الفضائية بمناسبة افتتاح هذا الصرح الإسلامي، افتتاح مسجد الطوانسي بقرية العزيزية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم أن نتعلم باقتداء نبينا محمد حيث قال: علموا أولادكم حب ثلاث: حب النبي وحب آل بيت النبي وتلاوة القرآن. وصدق من قال: لآل البيت فخر لا يزول وفضل لا تحيط به العقول، كفيكم أبا الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. حول كرامة آل بيت رسول الله، والنور يقتبس بحبك لهم وبحبهم لك. يطيب اللقاء بصحبة فضيلة الشيخ أحمد عبد البصير عبد الله مدير أوقاف العزيزية، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القدير وقرآنه الكريم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال تعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، شهادة تنجينا من هول يوم العرض على الواحد الديان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض،
الذهب والفضة. وإني سألت الله عز وجل ثلاثة: ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، وألا يبعث عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا، وأنه قيل لي: إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وأنه لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه، ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا. وإن أخوف مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعونا الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام أن الله عز وجل أدار له الأرض. ترى أخ الإسلام، جملة من المعجزات التي أيد الله بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدير له الكرة الأرضية كمثل بيضة تديرها أمامك على مكتب أو على منضدة. الكرة الأرضية، نعم، الكرة الأرضية كمثل بيضة أضاعها الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى رأى جميع جوانب الكرة الأرضية. وأنه قيل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن ملكك إلى حيث زوي لك. المعنى أن الإسلام سينتشر في ربوع الأرض من مشارقها إلى مغاربها، وهذا بفضل من الله عز وجل. وأعطيت الكنزين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي مفاتيح الكنزين، كنز الذهب وكنز الفضة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمته من بعده حتى قيام الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت الله عز وجل ثلاث دعوات: ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم فيه، ألا يسلط على أمته صلى الله عليه وسلم مجاعة فتميت المسلمين. وقد أجاب رب العالمين لدعوة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا يجمع عليهم من بين أقطارها حتى يقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا. وأنه قيل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضيت قضاء، أي
الله وقدره بقضاء الله وقدره إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وأنه لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه، ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وإن أخوف ما أخاف على أمتي أكثر شيء يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بعده وحتى قيام الساعة أئمة مضلين. هؤلاء الذين يفتون بغير علم، هؤلاء الذين يتجرؤون على الفتيا بغير علم. وكما قلت لحضراتكم بأن أجراكم على الفتيا كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم: أجراكم على الفتيا أجراكم على النار. ومن اجتهد من أهل التخصص فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ هذا من أهل التخصص فله أجر واحد، ومن اجتهد من غير أهل التخصص فعليه وزران، ومن اجتهد فأصاب فعليه وزر واحد. عباد الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدعاء فإن الدعاء مخ العبادة، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الإيمان قلوبنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فإذا كان ذلك من منك وجودك وكرمك لطفا بنا ورحمة لنا من غير حولنا وقوتنا، فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونتابع مع حضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية المباركة التي تنقل لحضراتكم عبر شاشة قناة القاهرة الفضائية بمناسبة هذا الصرح الإسلامي في افتتاحه الموقر، افتتاح مسجد الطواصي بقرية العزيزية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وقد شيد هذا البناء المبجل على الجهود الذاتية لأهالي هذه القرية الطيب أهلها. أسأل ربي أن يجازي خيرا كل من ساهم في هذا البناء. أيها الإخوة المؤمنون، ومن ساحة العلم والعلماء إلى ساحة الدعاء، مع فاصل من الابتهالات والمداح النبوية للمبتهل الإذاعي الشيخ محمود علي عوض الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
فليصلي عليه مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. اللهم احفظ مصرنا واحفظ شعبها يا طوبى لمن قام يدعو الله مولاه. طوبى لمن قام يدعو الله مولاه. فإن رب الورى بالفضل يرعاه. وفاز من يقطع الأوقات مبتهلا. وفاز من يقطع الأوقات مبتهلا. شكرا لمن ببديع الصنع سواه. سر الوصول إلى الجنان العالي حب النبي محمد. حب النبي محمد والآل. تعطى القبول وترفع لجنابه وتنال ما ترجوه من آمال. اللهم إنك أنزلته شفاء لأوليائك وسقما على أعدائك وغما على أهل معصيتك وهدى لأهل طاعتك. فاجعله يا ربنا دليلنا على عبادتك وقائدنا إلى رضوانك، واجعله لنا حصنا حصينا من عذابك. أعتقد أن الإنسان يجب أن يأخذ في الاعتبار أنه خلق لإسعاد المجتمع وإسعاد أسرته، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل صغيرة وكبيرة سواء ظاهرة أو باطنة في كل إنسان، فليكن أمينا في نفسه راضيا بقضاء الله أينما كان.
تنعي الأمة الإسلامية العالم الجليل التقي النقي الذي عاش حياته في خدمة أمته وفي إرشاد الناس إلى الخير. إنه الحبيب النبي